السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهاردة هنعمل تاني صنف للعزومات، هنعمل أرانشينا. مش مكلفة خالص ومقاديرها بسيطة وإن شاء الله هتعجبكم. هنبتدي بالعصاج الأول المفروم. هنجيب 3 معالق زيت، هننزل بحوالي بصلتين كبار مفرومين. طبعا هنهدي النار، احنا مش عايزينهم يحمروا قوي، يعني عايزينها تبقى لونها ذهبي كده. طبعا على عين متوسطة، وايدك فيهم كده تفضل تقلب علشان ما تحرقش منك. مش عايزين تبقى العصاج يبقى حامي كده، لا يبقى طعمه جميل كده. نزلت برشة جوز الطيب او ال3 بهارات موجودة على القناة، ورشة سكر ورشة ملح. طبعا بقى هنقلب فيهم كويس. عود قرفة خشب او ربع معلقة قرفة بودرة، بس يفضل طبعا قرفة خشب. فلفل اسود، مكعب مرقة. طبعا مدة تقليب البصلية دي حوالي 5 دقايق على عين متوسطة. بعد كده نزلت بالمفروم. طبعا نص كيلو الرز اللي احنا هنعمله الأرانشينا هياخد ربع مفروم بس، مش هياخد النص كيلو كله طبعا. قلبت بقى كويس. هتقلبيها مع البصل كده لحد ما يبقى كلهم واحد، وهتروحي موطية عليهم حوالي 12 دقيقة. خلاص بعد كده تطفي. خلاص قربت، يعني انا بس كنت بقلب فيها كتير عشان اوطي عليها واسيبها على جنب كده. خلاص بقى حطيت ملح تاني، احتاجت ملح تاني. وخلاص بقى كده العصاج خلص. يعني هنعمل بقى الرز. طبعا الرز ما بيتعملش ولا بزيت ولا بسمنة ولا بأي مادة دهنية. نص كيلو رز عليه كوبايتين ونص مية، معلقة ملح كبيرة او معلقتين صغيرين. هنقلب الملح كويس وبعد كده هنرفعهم على النار. اول 5 دقايق هتعلي عليهم، وبعد كده هتديهم تقليبة تاني قبل ما يتشرب قوي، تروحي موطية خالص مهدية عليه. بس اهم حاجة تجيب الرزاية نظيفة، ما تجيبهاش مكسرة. وبعد كده سبتهم 10 دقايق وقمت خلاص طفيت. نص كيلو الرز هياخد كوباية جبنة رومي مبشورة. طبعا نزلت زي ما انتوا شايفين في الرز اهوت، نزلته في طبق واسع كده شوية، ونزلت بالكوباية الجبنة الرومي تدريجيا، حبة بحبة كده انزلي بيهم وقلبي. انزلي وقلبي لحد ما هتلاقي الجبنة كده بتمط من السخونية بتاعة الرز، وهتخلي الرز طبعا يعني ايه، يتعمل معاكي كور بسهولة. هتخليه يتماسك في بعضه كده يعني. هو حتى باين ان هو ابتدى يمسك في بعضه بسبب الجبنة الرومي. بس انتي هتلاقي الحباية مفلفلة، هتلاقي الحباية مفلفلة اذا جبتي الحباية مش مكسورة خالص وحباية نظيفة. خلاص كده متفقين. طبعا فردتها على ايدي وحطيت في النص اللحمة المفرومة وقفلت عليها زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا معرفتش اشتغل بالجوانتي لان الجوانتات نايلو، فاشتغلت بايدي عادي يعني. طبعا فردت كده زي ما انتوا شايفين وحشيتها زي الطعمية مثلا، وقفلت عليها زي ما انتوا شايفين. هوريكم بقى الطريقة التانية برضو ممكن تبقى سهلة بالنسبة لكم، وهتبقى كلها حجم واحد. قفلت اهو زي الفل. بتبططي كده، بتعملي حفرة في النص وتحطي معلقة اللحمة المفرومة. نص كيلو الرز بياخد معلقتين ملح، كوبايتين ونص مية، ولا مفيش مادة دهنية خالص ولا سمنة ولا زيت. سلقتيهم على النار، وبعد كده بتنزلي بكوباية الجبنة الرومي تدريجيا. وبعد كده خلاص كده خلصنا دي. ونص كيلو الرز بياخد ربع كيلو مفروم. هنا بقى جبت بولة صغيرة حطيت فيها الرز زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هحط معلقة اللحمة المفرومة، وبعد كده هقفل عليها.
الطريقة دي حلوة ان كله بيطلع مقاس واحد وحجم واحد. يعني لو عملت الطريقة دي سهلة جدا. بتربطي كده، بتقفلي عليها كده كده كده، وبعد كده خلاص. صنف حلو قوي على السفرة. كل يوم ان شاء الله هنزل لكم صنف جديد علشان تبقى سفرتكم حلوة كده في رمضان. مجرد يعني بفكركم مش اكتر طبعا. يعني الكالينولي برضو حلو برضو، تغيير غير الجلاش والرقاق. والأرانشينة دي صنف جميل قوي، اللي ياخد مثلا قطعة كالينولي مع قطعة أرانشينة مع كورة، يعني أرانشينة مع خرطة مكرونة. طبق شيك كده، يبقى كل حاجة منها سيرفيس والضيوف عندك تغرف لوحدها بقى، يعني فاهمة. خرطة مكرونة بشاميل، بانيه مقرمش كده جميل، فراخ مشوية. بعد كده بقى نزلنا للكفر الأخير. كوباية بقسماط مطحون، ربع كوباية كريسبي مطحون، ربع كوباية دقيق. الكريسبي المطحون يا جماعة دوت، هو اديهولكوا خشن العطار، انت طحنيه في مطحنة العطار. يبقى كوباية البقسماط المطحون مع عليها ربع كوباية كريسبي، ربع كوباية دقيق، قلبناهم مع بعض. وبعد كده جهزت 3 معالق لبن كبار او فنجان لبن، عليهم 2 بيضة، ملح وفلفل، اضربيهم كويس جدا، مش عايزة البياض يبان. وبعد كده هنغطس بقى الكور الرز زي ما انتوا شايفين، هنغطسها كويس، وبعد كده ايه، هنغلفها بالدقيق اللي هو على الكريسبي على البقسماط. وان شاء الله برضو هنزل لكم برضو كل يوم فيديو، عشان يعني تبقى سفرة اقتصادية برضو، يعني هخليكم تعملوا من كيلو المفروم كذا صنف. وهتبقى كمان حركة كمان ظريفة، ان انتوا مثلا ايه تعملوا سفرة سيرفيس وكل واحد يغرف لنفسه، ومش مكلفة خالص. طبعا زي ما انتوا شايفين، انا بعد ما غلفتها بالطبقة الخارجية دي، غطستها تاني في البيض، في البيض واللبن، وقمت رجعتها تاني. اعمليها مرتين مش مرة واحدة. طبعا زيت سخن، نزلت بقى بالكور الرز. طبعا على عين متوسطة، اول ما تلاقي الاطراف كده احمرت من فوق كده، تروحي قلبها على الناحية التانية. ويفضل ان انت تطلعيها في مصفى، ما تطلعهاش على مناديل عشان ما تطروش. اهم حاجة تعمليها مرتين، بعد ما تغطسيها في اللبن والبيض وبعد كده البقسماط، تروحي مرجعاها تاني في اللبن والبيض، وتروحي بعد كده مرجعاها تاني في البقسماط. اتفقنا. طبعا قليت الكمية، نص كيلو رز عمل 11 كورة. صدقيني الكورة منها مشبعة جدا، طعمها لذيذ قوي بصراحة. طبعا اذا مثلا عملتيها وبردت منك مثلا اثناء عزومة، يبقى دخليها الفرن شوية تسخن او ميكرويف، يعني طبعا حسب اللي عندكم طبعا. كده خلاص طلعتها على مصفى زي ما انتوا شايفين. خلاص بقى، دي شكلها بعد ما خلصت. بصوا الكفر الخارجي عامل ازاي، متماسك وزي الفل. يا ريتكم تجربوها، وصنف جميل ومش مش مكلف خالص. اذا عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.